السلام عليكم. النهارده جايين نفكر في ايه الحاجات اللي تبص عليها قبل ما تجيب بايك ياباني. اول حاجه هي انت تستخدمه في ايه. لو هتجيب بايك ياباني عشان تبهدله وتروح بيه مشاويرك وتروح وتيجي وتبهدله، هو مش بتاع ده. يعني انت كده هتبقى راجل بترمي فلوسك في الارض. طب تعال نشوف ليه. اولا انت سايق موتوسيكل 4 سلندر، يعني حريق بنزين عالي، يعني زيت محتاج تغيره في ميعاد دوري، يعني زيت بياخد لترات كتيره، يعني فلتر زيت غالي، يعني فلتر هواء غالي، يعني جنزير وآلات جر غالية. طب غالية اللي هو يعني بكام؟ يعني انت مثلا الموتوسيكل الياباني لو مثلا بتتحرك بيه كتير جدا، مثلا في خلال 10000 كيلو هتبقى محتاج تغير آلات جر مثلا ب 8000 جنيه او ب 10000 جنيه مثلا. تبقى محتاج تغير زيت كل 3000 كيلو ب 2000 جنيه وفلتر ب 500 جنيه مثلا. فهتلاقي ان انت الصيانات الدوريه بتاعتك مكلفه جدا، يعني رقم رهيب جدا، في حين ان انت لو جايب موتوسيكل متوسط صيني مثلا زي الزونتس او التي ان تي او ايا كان الفئه اللي انت هتجيبها صيني، هتلاقي نفسك كل مثلا 10000 كيلو بتجيب جنزير والات جر ب 2000 جنيه وبتجيب زيت فاهم؟ مفيش 500 جنيه كل 2000 كيلو ولا 1800 كيلو. فهتلاقي فرق ارقام كبير جدا في خلال سنه، تلاقي نفسك صارف 60000 جنيه زياده. فهنا تبدا تبص. لو انت هتجيبه المشاوير كتيره، ابعد خالص عن الياباني. تجيب الياباني لو انت راجل بتروح شغلك كل يوم، مشوار كده، فاهم؟ دنجله، رايح مشوار وجاي من مشوار، بس شكرا، هو مشوار واحد بس في اليوم، مشوارين في اليوم. راجل بتخرج اخر الاسبوع، هات لك بايك ياباني، انزل بيها واخرج بيها واعمل. انما هتجيب ياباني غير كده؟ لا. طب خلاص انت استقريت هتجيب ياباني. بص بقى، انت المحلات الكبيره هتلاقيها عامله اوفر برايس رهيب على البايكات الياباني. هتجيب افراج هتلاقيه برضو غالي جدا. فاحنا لو عايزين نجيب حاجه مستعمله، طيب هتبدا تبص على حاجات كتير قوي من بعيد كده، من بره. تبدا تبص على البايك ده سعره كام. يعني مثلا هجيب اف 4 اي مثلا، هو بايك اكتر بايك الناس بتسال عليه وبتحبه. هتبص مثلا حالته عامله ازاي الخارجيه، راشش قبل كده ولا لا، مش عارف ايه. تبدا تكون وجهه نظر عن السعر. مثلا متوسط السعر مثلا 170 الف جنيه، 180 الف جنيه، 200 الف جنيه، حسب الحاله. هتقولي حسب الحاله ازاي؟ مش هو الرش بس والموتور؟ اقول لك تعالى اخدك في شويه تفاصيل تانية كده. اول حاجه الات الجر. انا دلوقتي لو قدامي موتوسيكلين، واحد عايز الات جر وواحد مش عايز الات جر، في فرق بتاع 10000 جنيه الات الجر والجنزير. طب دي حاجه، هو 10000 جنيه رقم كبير جدا. طيب تعال نبص على حاجه تانية. الطنابير بتاعه الفرامل، ممكن تلاقي موتوسيكل محتاج طنابير ممكن تخشها في 5 6000 جنيه. ادي احنا معانا 16000 جنيه. طيب تعال نبص لفرد الكاوتش. طقم فرد الكاوتش ممكن يخش له في 10000 جنيه بالميت، يعني ده صيني كده. نفسك دخلت في 25000 جنيه. فانا دلوقتي لو كان قدامي بايك ب 180000 جنيه وبايك ب 190000 جنيه، وانا رحت جبت ام 180000 جنيه عشان هي ارخص، فانا كده خسران اكشلي 5000 جنيه، لان انا لسه هروح اشتري الحاجات دي. بس لو كنت اشتريت البايك جاهزه بالحاجات دي ومظبوطه فيها، كنت هبقى انا كسبان. طيب ايه تاني نبص عليه؟ صاحب البايك. صاحب البايك لازم تبص عليه، لازم تشوف هو فاهم ولا لا. الراجل اللي سايق الموتوسيكل ده هو بيديك حاجه هو كان سايقها، هو كان مستخدمها. فتبدا تفهم دماغه عامله ازاي. يعني لو هو مثلا واحد رفيع وجراي ومش عارف ايه، افهم ان البايك ده مهلوك جدا. واحد بيرفع كتير مثلا، تلاقي الموتوسيكل فيه مشكله من قدام، تلاقي المساعدين اللي قدام مهلوكين، هتلاقي الرقبه قدام فيها مشكله، هتلاقي طقم الظرف اللي قدام فيه مشكله. فخليك بص على صاحب الموتوسيكل. واحد مثلا مش فاهم اصلا ايه الزيت ده بيتحط ليه اصلا، هتلاقي البايك مثلا موتوره في اواخره. واحد مش مهتم بالعمر في صيانه الموتوسيكل، هتلاقي الموتوسيكل تعبان شقيان. فلازم تبص على صاحب الموتوسيكل، هو بيتعامل معاه ازاي، هتفهم منه الموتوسيكل ده عامل ازاي. يعني عارف اللي هو الجواب بيبان من عنوانه. صاحب الموتوسيكل هو عنوانه، انت تبص على صاحب الموتوسيكل تفهم الموتوسيكل ده عامل ازاي، تجيبه ولا ما تجيبه. واخيرا الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. فلما تلاقي موتوسيكل سعره حلو قوي يقول لك مش حالل يا صاحبي، لا هو حالل عادي جدا. انا ياما شفت موتوسيكلات يقول لك مش حالل، ونروح موتوسيكل حرفيا مرزع، فاهم؟ فلا يعني ما تشتريش حاجه يقول لك سعرها غريب قوي فتروح تجيبها تلبس. الترخيص برضو بيفرق في الياباني. انت ممكن عشان ترخص بايك ياباني تصرف لك 5 6000 جنيه عشان بياخدوا ضريبه عاليه. فلو بايك مرخص معاك 3 سنين مثلا تفرق معاك في السعر. واخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تطابق رقم الموتور ورقم الشاسيه باللي في الرخصه، عشان تتاكد ان الموتوسيكل ده ما فيهوش لعب في الموتور، ان هو اتغير مثلا وما اتثبتش على الرخصه، او الموتور ملوش ورق والحاجات دي. فلازم دايما تتاكد من البيانات دي قبل ما تسجل الموتوسيكل شهر عقاري وتشتريه. بس كده، دي كانت الحاجات الاوفر فيو اللي انا اديتها لكم عن ان انت ممكن اصلا تغير في وجهه نظرك عن ان انت تشتري ياباني. بس لو قررت خلاص انت عايز تشتري بايك ياباني، فدي الحاجات اللي تعمل عليها هايلايت وانت بتشتري الموتوسيكل ده. سلام.